ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير وباحسن حال. صباح الفل، صباح الامل، صباح راحة البال، صباح كل حاجه حلوه يا رب. ربنا يجعل يومكم كده مليان بالبركه يا رب، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده جايه اشارك معاكم فطار تاني يوم رمضان، وزي العاده عايزه اقول لكم كان نفسي اصور معاكم الفطار كامل، ولكن الناس صايمه ومفيش اخلاق اصلا ان الواحد يقعد بقى زي الايام العاديه وكده، ولكن بختصر معاكم. كلها حاجات سهله، كلها حاجات يمكن عملناها كلنا مع بعض، لان مفيش يعني اختراعات لسه. احنا لسه في اول رمضان، لسه بنقول يا هادي، ما دخلناش في الجد لسه. النهارده كده عملنا ملوخيه، وعملنا مكرونه بالصلصه، وعملنا رز بالشعريه، وعملنا بطاطس، طبق خضار بطاطس عادي جدا، وعملنا بطايه حلوه كده، صغنونه كده حلوه. سلقناها بطريقه حلوه جدا. تمام. حمرناها وزيناها وكانت زي الفل ما شاء الله، بألف هنا وألف شفا. حاجة بسيطة جدا. لحد النهاردة لسه ما عملناش اي اصناف حلويات ولا عملنا اي اختراعات جديدة. وزي ما انتوا عارفين رمضان رزق واسع، ربنا يوسع ارزاقنا جميعا ويستر بيوتنا كلنا يا رب، اللهم امين. ده كان فطار النهارده. على فكرة تقدروا تدخليه في عزومة حلو جدا. امبارح كنا عاملين محاشي ولحمة ونوع من الخضار وطبق رز. النهاردة برضو عملنا البطة ومكرونة، وكمان ما ننساش عندنا بواقي محشي برضو، سخنتها ورجعتها الحلة تاني. مش عارفه ليه الموضوع تقيل قوي، مع انه مش ما كترتش والله، كنت عامله حله صغيره خالص، بس ما فيش اكل في الصيام. عملت بقى جوافه باللبن، وعملت طبعا الخشاف طبعا كان عندي من امبارح برضو اخر كوبايه كده. حلو جدا تفطري بيها. او طبق المحشي اهو سخنته وحطيته كله برضو ورجعته الحله تاني الحمد لله. بس كده ده كان فطار النهارده. اتمنى تكون اخدتوا فكره، وكمان اتمنى ان يكون رمضان شهر الخير علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. وان شاء الله دايما متهنيين ومبسوطين ومستورين، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في افطار تالت يوم رمضان بكره باذن الله. بحبكم في الله، سيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.